السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشوني جدا جدا، وحشوني كتير قوي والله العظيم. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب يجعل ايامكم كلها عيد وسعادة وفرح. العيد خلص ورمضان خلص، او احنا لسه ايه بقى مكسلين عن التصوير. بصوا بقى يا حبايب قلبي، النهارده نزلت السوق كده، حبيت اعرفكم الاسعار عندنا اخبارها ايه. النهارده كده هنسمي الليل. انا طبعا السوق اللي فات ما رحتش بصراحه، احنا عندنا بيبقى السوق يوم الجمعه بس في البلد هنا. السوق اللي فات ما روحتش، كان بعد العيد على طول ما روحتش، فايه قلت النهارده كده هبدا ان انا اصور لكم الحاجه باذن الله اللي انا جبتها بالاسعار. ده السمك هنخليه للاخر. الاول كده طبعا اسعار الخضار كانت غاليه جدا جدا، بدات تهدى شويه لكن لسه غاليه برضه. انا جبت بصل عشان البصل اللي كنت مخزناه خلص كله اللي كان عندي، فجبت بصل، جبت 3 كيلو ب 50 جنيه البصل. عندنا بيبيعوه 3 كيلو ب 50 اهو، شايفين واضح؟ طبعا احنا اخر السنه اصلا، فالحاجه اللي بتبقى في الاواخر دي بيمسكوا فيها جامد. هنا برضو جبت الجوافه اهي، كنت بحاول انقاها صغيره عشان تبقى ناشفه شويه. جبت الجوافه اهي، دي يعني مش احسن حاجه بس حلوه. يعني انا جبت الكيلو ب 25 جنيه، يعني طبعا اصلا الفاكهه كلها غاليه جدا في السوق، فدي ب 25 جنيه كيلو. جبت 2 كيلو ب 50. جبت كمان خيار بدأ ينزل شويه اهو، حلو. هو كبير شويه بس حلو اهو. جبت الخيار ده، الخيار البلدي بقى، هو كبير شويه، انا ما بحبش الكبير ده والله، بس كنت مضطره لان ما كانش في السوق خيار كتير، فكنت مضطره. جبت الخيار ده ب 12 جنيه الكيلو اهو، جبته ب 12 جنيه. الفلفل اللي بدأ ينزل انا كنت جايباه ب 40 جنيه اخر مره، النهارده جبته ب 20 جنيه الفلفل ده اهو. انا بحب الفلفل اللي هو الشطه ده، ما بحبش اللي هو الازرق البلدي ده، ما بحبوش اهو. جبت الفلفل ده كيلو ب 20 جنيه. جبت كيسين، طب استنى يا بابا، جبت كيسين من الفلفل تقريبا اهو. بصوا بس يا ماده بس، صوري الخد. طب سيبه هنصوره لما نخلص الحاجه كده، عيب. طب خليه جنبك لما نخلص الحاجه اللي قدامنا. بص يا حبايب قلبي اهو، الفلفل اهو جبته ب 20 زي ما قلت لك. انا طبعا بستخدم الفلفل في كل حاجه، وكل اكلنا بنستخدم الفلفل. جبت خس اهو كمان زي ما انتم شايفين كده، الثلاث خصيات ب 5 جنيه. ماشي يا ماما، احنا صورناه اهو. انا جبت ليه وجبت للحاجه كمان، جبت ليه وجبت للحاجه كمان، فجبت ايه يا ماما ب 15 جنيه من الخس. الثلاحه بخمسه، حلو على فكره، سعره حلو، اول مره يبقى سعره هادي شويه كده. خلاص يا ماما سيبه، خلاص صورناه. حطه هنا، حطه هنا، اوعى بقى حطه هنا. فجبت 3، جبت ب 15 جنيه خس. جبت بقى ايه كرات عشان جايبين سمك، عارفينه؟ مين عارف الكرات ده ومين بياكله؟ انا بحبه عشان بجيبه عشان ابني بيحبه، فجبت دول 3 ب 10، 3 وحدات ب 10 جنيه. جبت بصل اخضر برضو 3 ب 10، وجبت فجل وجرجير برضو 3 ب 10. فانا زودت شويه في الخضار عشان خضار حلو مغذي يعني. جبت 30 جنيه خضار بس. جبت جزر اهو، جبت جزر اهو. السمك بتاعنا نغسله غسله حلوه، ونقوم على الشوي على طول على الفرن. شوفوا الفرخه دي، تسيب مش عارفه، كل ما بحبسها تيجي يلا اطلعي عشان اقفل الباب عليكي. يلا نقفل عليها الباب وندخل نغسل السمك غسله حلوه كده، وبعدين نطلع على ما تلف لنا من الناحيه التانيه اهو. يا حبيب قلبي هاخده بقى ايه على الحوض. بسم الله. طبعا دول لسه انا كنت مشطبه المواعين امبارح وشيلهم كده عشان ما يزفروش المواعين. نفتح الميه، البط عمال يصوصي ورايا عايز ياكل، جعان مش صابر. نغسل السمك غسله حلوه. تعالوا كده نشوف ايه. كنت مروبه لبن امبارح ما شاء الله راب اهو. نجيب المعلقه كده نشوفه بس من تحت جمد ولا لا. لا ما شاء الله جمد، وعمل وش حلو اهو، عمل طبقه قشطه حلوه محترمه اهي. نبدا نشيلها زي ما انتم شايفين كده.
اهو بصوا، هبدأ افصل كده طبقة القشطة دي دلوقتي عشان احط اللبن ده في البتاع بقى، عشان انا ما عنديش تلاجة هنا. فهبدأ ايه، هفصل كده طبقة القشطة دي كلها، وهبدأ ايه احط اللبن ده في الحصيرة بقى، اعمله جبنة قريش يعني. هاتي مش كده هحط لك. انا مش جايباها، جايبه عادي كده. فتحتي؟ قفلي. بصوا يا حبايب قلبي، طبعا المفروض ان دي بتدخل التلاجة شوية، دي المفروض تدخل التلاجة شوية فبتجمد اهو، فبتجمد. لما بتجمد كده ايه، بنبدأ نفصل القشطة، بتفصل بكل سهولة، بتقلبيها قلب كده. لكن طبعا الجو حر وهي سايحة، واصلا كده كده انا مش، انا بحب اعملها دي، بعملها لحبايبي، فبحب اعملها ايه، تبقى فيها دسم وحلوة كده. فاهم؟ هلم حته القشطه كده اللي فوق بس، واسيب بقى عشان الجبنه تطلع ايه سمينه وحلوه كده، زي ما بقول لكم بعملها لحبايبي. فانا بحبها يروح لهم الحاجه سمينه وحلوه يعني. بصوا دي كلها قشطه اهي. طب ايه عرفك ان دي قشطه بقى؟ هقول لك دلوقتي. انا عرفني ان دي قشطه، انا هقول لك دلوقتي ايه اللي عرفني. بس بعد ما المها كلها كده من على الوش، هوريكي بقى ايه اللي عرفني ان دي قشطه مش لبن. اهو، كل ولا يهمك. بصوا يا حبايبي اهو. اوريكم بقى لما اجي طبقه اللبن، اروح عند طبقه اللبن ايه اللي هيحصل. انا كده بلم القشطه وعارفه ان دي قشطه اهي اهي. طيب اما اروح عند طبقه اللبن ايه اللي هيحصل، هوريكم. دي كلها قشطه ناعمه اهي. بصوا بصوا طالعه ناعمه ازاي اهي اهي، ناعمه ازاي. هاتي هنا كده اهي. دي بقى لو في الفريزر، لو في التلاجة كانت فصلت القشطه، كانت فصلت واتجمدت. لكن انتوا عارفين الجو حر النهارده الجمعه، والجو حر جدا. كلها بالقشطه. خد بصوا دي كلها قشطه اهي. في قشطه تاني، في قشطه تاني اهي. بصوا بصوا اهي اهي قشطه تاني. مش تدلوا على الفساد عامل رجيم. بس اللبن الرايب مش مشكله، مش بيتخن ولا حاجه. بصوا بقى هنا، بص انا خدت القشطه اهي. بصوا بصوا في قشطه اهي تاني اهي اهي. لو انا عايزه اشيلها هشيلها اهي اهي. طيب بصوا هنا، هاتي في الطبق ده كده يا روان اهي. الطبق ده كله قشطه كده. تعالوا بقى اوريكم اللبن. لما اجي اجيب اللبن، بصوا اهو، اللبن لونه ابيض غير لون القشطه. بصوا دي قشطه اهي، دي لبن اهو. اللبن لونه ابيض ابيض جامد، اما القشطه مصفره شويه. دي حاجه. تاني حاجه، اللبن بصوا بتقطع كده اهو، بتقطع كده. القشطه مش بتتقطع كده، القشطه بتطلع كده اهي. كل اللي عليها دي قشطه اهي اهي. بصوا شفتوا بقى، دي قشطه كلها اهي اهي. وفي قشطه لسه على اللبن تاني على فكره، في قشطه على اللبن تاني. لو انا عايزه الم كده هلم طبقه القشطه اهي، معروفه اهي، عامله زي قشره فوق اهي ماشي. بس انا مش هلمها، انا هسيبها كده بخيرها. بصوا اهو، دي بخيرها هسيبه كده. وهجيب الحصيره بتاعتنا وفاضلين نعمل احلى جبنه قريش دلوقتي. طلعنا طبق قشطه حلو محترم اهو. لو ضربناه بايدينا هيبقى جابس جدا، وهيبقى جامد وهيبقى حلو قوي. ولو اتضرب بايدينا ممكن اضربه لكم برده. وده اللبن الرايب ادوقه مسكر. بصوا يا حبايبي، هاتي هنا كده اهو. بصوا اللبن عشان بخيره عامل ازاي اهو. شايفين؟ مش فارز ميه، مش فارز ميه. فما شاء الله اللهم بارك، حاجه زي العسل كده. احنا هنا ارفعي دي بعيد عشان هندخلي التليفون جوه في الميه. نغسل السمك. انا هنا بقى بشوي السمك بحاله، ما بفتحش بطنه، بغسله كده. انا مطلعه منه المره من جوه. بس كده كان نفسي اقلي والله، بس عشان سيد عامل رجيم وانا كمان مقلله في الاكل شويه، مش عايزه حاجه مقليه خالص. حاجه مقليه نو، بلاش منها، مش ضروري منها. فهشويه وهعمل جنبه ايه، شويه سلطه حلوين، واعمل شويه رز بقى. ما عنديش رز والله، بس هبعت ابيض رز دلوقتي عشان انا مخزن رز شعير مش ابيض. فهبعت شكرا دلوقتي مكنه الطحين عندنا، دي في الفلاحين بقى. نبيض الرز، نبيضه يعني ناخده شعير ونشيل القشره من عليه في المكنه بتاعه الطحين. ميكس حلو قوي
هو صابح ما شاء الله، ما فيهوش اي، وجاي من ميه نظيفه. بصوا الشاشه بتاعته حمرا ازاي. تخرج التليفون بعيد يا بنتي، ليه كده؟ هو وظيفه صور. بصوا دي بقى انا بحبها مقليه قوي على فكره، بحبها مقليه مع رز الصياديه، بس دي برضو مش هقليها عشان زي ما قلت لكم كده، بحبها مقليه بتبقى جميله في القلي والله. فاشوف يا اما اعملها صينيه يا اما اشوي واتوكل على الله كله بقى وخلاص. انا هصبن كله تاني، الرخامه دي كلها هتتصبن تاني، اللي هو الفضه كله. هروح على الفرن جري هشوي في الفرن، الفرن بيريحني جامد قوي، اللي هو بحط بقى بالرد قبل ما اعمل الدقه اكون خلصت، مش تاخد معايا وقت ولا حاجه باذن الله. بس عايزه انقل الفراخ بتاعتي التسمين، فهدخل على العشه انضفها كده واحطها على السرير، وانا حاطه السمك في الفرن، يعني هحط السمك في الفرن وادخل انضف الايه العشه بتاعتي تنظيفه حلوه كده على السرير. بصوا يا حبايب قلبي، هنا بقى ايه، رجعنا في كلامنا. ناس قالوا احنا ناكل سمك في صينيه يا ماما، قلت خلاص طالما ياكل سمك في صينيه يبقى انا لسه جبنا عامل الدايت زي ما قلت لكم، عامل ريجيم كده خف من اكله شويه، فلا ناكل السمك في صينيه. طالما هياكلوا السمك في صينيه رحت جايبه شويه توم على اللهم صل على النبي، ثانيه، شويه توم على شويه فلفل وضربتهم في الخلاط ناشفين، ما حطيتش عليهم ملح الا لما ضربتهم الاول عشان الملح بيعصر الحاجه. انا عايزين حاجه تبقى ايه فرفشه شويه كده. هنا بقى شويه ملح شويه كمون وعصره شويه ليمون كده عليهم يتعصروا وخلاص على كده. نضفت السمك تاني بقى اللي هدخله في صينيه، فتحت بطنه وشلتها، هوريكم دلوقتي وانا بحشيه. اهم حاجه عندي في الدنيا ديت الليمون والكمون في السمك، ليمون وكمون هما دول اساس السمك اصلا. انا بكتر ليمون كتير قوي في الدقه عشان كده ولادي بيحبوها قوي، فممكن احط لكم 5 6 7 ليمونات، وليمون رخيص احط لكم ربع كيلو عادي. الليمون اصلا ما شاء الله حلو، من الحاجات اللي ايه اللي بتنظف الجسم كده، تطرد سموم الجسم. ايه يا مال؟ نعم. الصاجة بتاعت السمك عند الفرن، هنشوي في الحوش. ماشي عند الفرن، بس اوعى تعوص ايدك. فين الفرن ده؟ عند الفرن اللي بره اللي بنشوي فيه الكبير. هاتي كيس. ليه؟ سيب بس. هتلبسها في ايدك عشان مش تعوزها؟ شوف كيسة عندك بقى. هاتي. لا هطلع كيس جديدة، شوف هي كيسة قديمة بتاعت خضار من لسه. كيس جديدة بقى. خد الكيس بتاع الخضار بتاع الطماطم ده لسه مفضيه اهو، الكبير ده. مش كيس تاني؟ لا كيسين، هو كيس واحد انت هتمسك ايه؟ بص بقى اهي، نجيب معلقة ونقلبها كويس. الدقة دي انا هحشي منها، احط منها على السمك اللي هو اللي في صينية، وهخلي شوية للسمك اللي ايه اللي بيتشوي. انا بقى انا مش عايزه والله سبت بتاعتي كده بدل ما افضل وبهدله على الفاضي. انا بقى في النار فوق ما تخيلوا، حر جدا، فنار حر جدا الفلفل اهو. انا بس ايه حطيت الطماطم كده في قلب الصينيه بيدوا طعم حلو وبخليهم بصراحه. بس كده شكرا شويه في واحد، اصل الفلفل ده طلع حاجه صعبه، الفلفل طلع حاجه مش هقول لكم، مش هقول لكم على الحر حرام ما تصدقش، خايفه احط عينين مش هيكفي اصلا، بس هو طعم حلو كده، حلو كده الفلفل. يعني انا اي اكل بضيف فيه الفلفل، اي اكل المحشي بضيف فلفل كتير جدا، البطاطس المطبوخه بحط فيها فلفل كتير جدا كمان. فنحط خش الطماطم، هي دي كمان ولا بطاطس؟ لا دي طماطم على بصل، بس الثوم مفروم اهو، بتكون انا معاكم في الفريزر، بعد كده 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 اهو، بتقطع زي بسهوله جدا، صح كده؟ انا عم بمسك الكيس بعد يتقطع، بيترك كده كده وبفك في ثانيه. ايه؟ بفك في ثانيه. اه بتقطع جدا. بصوا هنا السمك فتحته ونضفته هحشي، ولا تيجي تشوف السمك ولا السمك على المقاده على الكمون. بصوا السمك زي ما شايفين كده. انا اول حاجه بدي ايه حشيت الكيلو كله، بدي واحده بس، ببدا ايه برشه كده ايه تتبيله من فوق عشان خاطر السمك انا ما ركبتوش اصلا، ما ركبتوش التتبيله، المفروض تتبيله وبركنه، بدي رشه ايه كمون وليمون وحاجات كده بس بامانه كده هدخله على الفرن بتاعي تعبان جدا فاللي هو هيقعد ايه 3 ساعات فيه ان شاء الله لما يطلع، هيقعد ساعه فيه ولا حاجه، فتكون تتبيله في الفرن كده مستوي يعني مستوي مع التتبيله. بصوا عشان انا سايبها شويه للسمك اللي هيتشوي. شايفين هنا جاي لبن اهو، وانت حاضر يا انا جاي اهو، بصوا جاي لبن اهو، لقيته ايه هروبه عشان البتاع اصلا لقيته قريب، طبعا كده منه شويه لقيته قريبين بامانه يعني.
هنا ايه هرش رشه زيت خفيفه مش كتيره يعني. كنت شغلت الفرن دخلت الفرن على طول وراح السمك بره. شوف الحوش بتاع الفراخ. بس كده كده عسل قوي. يلا بقى ندخل الفرن وبعد كده اروح فين؟ هشغل عليه فوق تحت. لسه بشتغل يعني فوق تحت براحته بقى. مفيش السمك وده براحته. انا بحط صلصه السمك اهو وبدا لازم نشوف السمك هنا اهو زي ما شايفين كده. هنضف الصاجه كده جنب ما السكه نضفها وبعد كده ايه الصلصه اتقلت خلاص بحط عليها السمك وهنشوف الارض هنا. انت عايزه تختبر الصاجه بتاعتك المفروض بتمسكي شويه رده وترشها في النص. لو رده اسمرت بسرعه يبقى ايه الصاجه بتاعتك حلوه يعني شغاله حلو اللي هو تعملي هتحطي عليها على طول. طيب هنا برضو هبدا اعمل ايه. استنى يا مات عايز يعمل. طب استنى بس هنعمل دي هنا. بص ادي الطبق الرده بتاعنا اهو اهو اعمل واحد ادي كده اهو. واحد كمان طبعا لازم تخلي السمك فيه ميه عشان ما ينشفش. لو ما فيهوش ميه مش هيمسك معاكي في الرده ابدا. يا ماما اعمل بعدين في وسط البطه على فكره. اعمل يا ماد ده واحده اعمل يا ماد. ايه اهو بصوا مادة طبعا بيخترع. هتقعد طول النهار تعمل فيها مادة. انا هاكل السمك كله. انا هعمل هو بس عشان نخلص عشان الصاجة سخنة. اعمل واحد تاني انت غير ده يلا. ها انا هعمل السرير ده رجل. جبنا حبة خشب اهو. اعمل يلا انت لسه. طب اعمل يا مراري منك يا مادة. عايزه اقول لكم اللي عنده واحد زي مادة ده هيروح الجنة من اللي بنشوفه منه يعني. حشر نفسه في كل حاجة. لو منه يعني بيعمل حاجة كده بتساعدنا. استنى وانا هحط. لو بيعمل حاجة تساعدنا والله ما هيعمل زي التانيين. هات بقى. يا سلام اسرع حاجة ممكن تشوي لكم السمك. بصوا انا بشوي على نار هادية خالص. ما بحبش النار تكون عالية عشان تشوي السمك يكون طالع حلو كده زي ما انتم شايفين. بصوا ما شاء الله. طبعا عامله الدقه بتاعته اللي هي البصل الفلفل على الثوم على البهارات وعلى الكمون. اول ما يطلع على طول هقوم رشاه بالميه بتاعته وركناه شويه يبقى سخن وطعمه حلو جدا جدا. واكيد كلنا بنشوي كده كلنا كمصريين بنشوي كده. ممكن نقطع عليه حبايه طماطم مع الدقه فوق. ممكن ناكله زي ما هو كده. حبايب قلبي ايه السمك اتشوى خلاص يعني اتشوى. بقول لي شيليني خلاص كده. ما انا هاكل دي. انت اللي هتاكل دي انت ماشي. طلع دي على قدك حلوه خالص. سهلها لي. انا اتشوت حلوه خالص كده اهو. بصوا لو قعد اكتر من كده اصلا هيتحرق اهو. بصوا اهو بصوا ولا غلطه. نكون مجهزين بقى ايه الميه بتاعتها على طول. نكون نسيب دي شويه اهو. ماما فين التونة؟ نسيب دي كمان شويه صغيره. التونه دخلتها الفرن. هقوم اجيب الميه بتاعتهم عبال ما التانيين ايه يكونوا خلصوا بقى. اقوم ساقيه كله مره واحده اهو. بصوا بقى قمت اجيب الدقه بتاعت السمك المشوي وقلت ابص هنا والمره لقيت المنظر حلو. الريحه جايبه لاخر الدنيا والله. الريحه حلوه جدا بس الازدالي بتاعي اتحرق هنا يا حبيب قلبي. هبدا ايه استنى اطلع الدول بالمره اهو ما شاء الله. واشيل وادلق بقى مره واحده وارتاح. يا بنت انا بقى بصوا النار تشوي كمان 5 كيلو سمك. بصوا بقى
انا بحط الميه كده وبسيبها، لو حد عايز يغمس بالدقه بيغمس بيها. انا مش عايزه اقول لكم الريحه اللي انا شماها دلوقتي خالص. ايه رايك يا مدى في الريحه الحلوه دي؟ حلوة جميلة. جميله. ليه انت اللي جميله يا اختي؟ بصوا بقى، مش عايزه اقول لكم على الطعم ولا الريحه ولا الحاجات الحلوه دي. هات ميه يا مدى عشان نطفي النار دي. بصوا النار تشوي سمك، تشوي لحمه، وفرنا الغاز. وبصوا بقى احنا ضد الغلا. نستخدم ايه، هات شويه ميه في ازازه، في شفشه، في اي حاجه. شوينا ووفرنا الغاز وشويه خشب اهم. لمينا الكركبه والله تشوي فراخ، تشوي سمك، تشوي اللي انت عايزه تشوي. نار كتيره لسه اهي زي ما هي. وهناك بقى ايه السمك في الناحيه التانيه. ايه، اشيل الصاج. طيب ماشي. بصوا بقى زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، شويه الميه اللي نازلين من الدقه دي حلوه جدا جدا. السمك ممكن بقى تغطيه بورق المونيا دلوقتي وتسيبيه براحته، او ورق استرتش او استرتش راب، او تغطيه بصينيه عندك بقى، حاجات سهله كده وخلاص، وتسيبيه وقت الاكل. بس احنا بصراحه هناكل دلوقتي، بس انا خلاص يعني كده كده هنحطه، هناكل دلوقتي اصلا. يعني هطلع السمك التاني من الفرن على طول، ونبدا ايه احط لهم الغدا وياكلوا على طول بألف هنا وصحه وعافيه. مين بقى لسه بيحتفظ بالعادات دي وبيشوي السمك على الكانون؟ وايه رايكم في شويه السمك على الكانون؟ ايه رايكم؟ قولوا لي كده. ما شاء الله اللهم بارك. شوفوا النار والله، بصوا تشوي زي ما قلت لكم 5 كيلو سمك كمان وبكل سهوله، ولا تعبنا ولا عملنا، وقاعدين في حتتنا وقاعدين عند البط بتاعنا وقاعده حلوه جدا جدا بتاعتنا اهي. سمك ما عملتش سلطه بصراحه. بصوا عندي تشكيله خضار هنا ايه، بصل وكرات اللي انا جبته معاكم من السوق اهو، وجرجير وفجل وفلفل اخضر. وقلت والله ما انا عامله سلطه، مع ان عندي الطماطم والله عندي الحاجه كلها. دي ميه السلطه، ميه السمك اهي، ميه السمك المشوي. وده السمك اللي عملناه في الفرن اهو، جميل ما شاء الله عليه. بصوا بقى اهو، حلو قوي، متحمص وريحته جميله، وفي الدقه بتاعته برده هتغمس، وفي الصلصه اللي تحتيه دي هتغمس. فقلت لا، يبقى انا كده ايه بلاش، ملوش لازمه ان انا اعمل سلطه يعني. والفلفل والحاجات دي الحراقه والميه بتاعت السمك وكده. ده غدانا النهارده مع سلطه الخضار الحلوه دي اهي. حبيت اشارك اليوم بتاعنا كده من اول السوق لحد الغدا بتاعنا. انا ما بحبش افضي في اطباق وابهدل طباق بقى عشان السمك بيزفر كل حاجه. قلت في الصواني زي ما هناكل، وبعد كده نغسل المواعين كامله بقى وخلاص. قلب كده. لو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه. ولو عجبكم الفيديو اللي مش بتبرمج ومش شايله صوت ولا حاطه صوت، سامعكم الصوت بتاعنا الطبيعي كده، اضغطوا له لايك وشير، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بتاعتنا اهي. سمك ما عملتش سلطه بصراحه. بصوا عندي تشكيله خضار هنا ايه، بصل وكرات اللي انا جبته معاكم من السوق اهو، وجرجير وفجل وفلفل اخضر. وقلت والله ما انا عامله سلطه، مع ان عندي الطماطم والله عندي الحاجه كلها. دي ميه السلطه، ميه السمك اهي، ميه السمك المشوي. وده السمك اللي عملناه في الفرن اهو، جميل ما شاء الله عليه. بصوا بقى اهو، حلو قوي، متحمص وريحته جميله، وفي الدقه بتاعته برده هتغمس، وفي الصلصه اللي تحتيه دي هتغمس. فقلت لا، يبقى انا كده ايه بلاش، ملوش لازمه ان انا اعمل سلطه يعني. والفلفل والحاجات دي الحراقه والميه بتاعت السمك وكده. ده غدانا النهارده مع سلطه الخضار الحلوه دي اهي. حبيت اشارك اليوم بتاعنا كده من اول السوق لحد الغدا بتاعنا. انا ما بحبش افضي في اطباق وابهدل طباق بقى عشان السمك بيزفر كل حاجه. قلت في الصواني زي ما هناكل، وبعد كده نغسل المواعين كامله بقى وخلاص.